أنا اقتنعت إن المثلية مش حاجة مظبوطة، وصليت بإيمان وبثقة إن ربنا يسامحني ويغفر لي، وقررت إن أنا ما أعملش كده تاني. بس للأسف وقعت وانتكست. أعمل إيه؟ اتكلمنا عن إن مشكلة المثلية ليها أبعاد كتير، في بعد روحي وفي بعد نفسي وفي بعد علاقاتي، ولو عايزين نتعامل مع المشكلة دي لازم نتعامل مع الأبعاد الثلاثة دول. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن البعد الروحي، وإزاي أنا لما برجع لله الله مستعد إنه يقبلني ويغفر لي كل الخطية بتاعتي. بخصوص البعد النفسي والعلاقاتي، هل في حاجة بنعملها كأطباء نفسيين أو معالجين نفسيين عشان نساعد هذا الشخص؟ أيوة، العلاج النفسي والعلاقاتي بيهدف انه اول حاجة نمنع الممارسة. هنا احنا بنبص على الممارسات المثلية على انها ممارسات ادمانية فيها طابع ادماني، فازاي نطلع من الامر ده. الحاجة التانية بنعالج اثار العلاقات السابقة. علاقات المثلية السابقة سابت اثار كتير في نفسية الشخص المثلي، ازاي نعالج هذه الآثار. ورقم 3، ازاي ندمج الشخص في مجتمعات صحية غيرية يقبلوا المثلي ويدخلوه وسطيهم علشان يبتدي شوية بشوية ياخد منهم الهوية الغيرية. خلونا نتكلم على النقط الثلاثة دول. أول نقطة، ازاي أوقف هذه السلوكيات الإدمانية أو الممارسات المثلية. أول نقطة اتكلمنا عنها في الحلقة اللي فاتت، أنت محتاج تحسب المكاسب والخسائر بتاعة هذه العلاقة. بناء على الحسبة دي أنت هتاخد قرار، يا هتبطل يا هتكمل. مفيش حاجة اسمها تبطيل تدريجي، مفيش حاجة اسمها إنه هبطل حاجة وهكمل في حاجة. لا، أنت هتبطل كل حاجة، كل حاجة، سواء ممارسات في العالم الافتراضي أو ممارسات في العالم الواقعي، خيالات، تشاتس معينة، أي حاجة ليها علاقة بهذا الأمر أنت محتاج أنك توقفها. الأمر الثاني، لازم تتعرف على حاجة اسمها المثيرات. يعني إيه المثيرات؟ المثيرات هي حاجة في حد ذاتها مش غلط، لكنها اتربطت في دماغك بالحاجة الغلط. بنقسم المثيرات إلى مثيرات خارجية وداخلية. المثيرات الخارجية مثلا بنقسمها إلى 3 حاجات: أشياء وأشخاص وأماكن. أشياء مثلا زي التليفون في حد ذاته مش غلط، بس لما بمسكه بفتكر محادثات، بفتكر مواقع مش كويسة بدخلها، فالتليفون بقى مثير. الأشخاص، طبعا الأشخاص اللي ليا علاقة بيهم أو حتى اللي بيفكروني بالأشخاص اللي ليا علاقة بيهم. الأماكن اللي كنت بروح فيها أو بتقابل فيها مع الشخصيات دي في حد ذاتها برضو مثير، يجب أن تمتنع عنه. دي مثيرات خارجية. في مثيرات تانية بنقول عليها المثيرات الداخلية، وهي غالبا المشاعر. يعني لما بتعمل الفعل ده أنت قبلها بتكون حاسس بإيه؟ أو إيه الحاجة اللي بتدفعك أنك تعمل ده؟ قلق، خوف، اكتئاب، وحدة، ملل، زهق، فرح. كل دي مشاعر هي في حد ذاتها مش غلط، مشاعر طبيعية، لكن عقلك ممكن يكون ربط ما بينها وما بين الأفعال الغلط فبقت في حد ذاتها مثير. طيب نتعامل إزاي مع المثيرات؟ أول حاجة لازم تتعرف عليها، تكتب كده في ورقة إيه الحاجات اللي لما بتحصل بتفكرك بالفعل الخطأ. الأمر الثاني، هتلاقي فيه حاجات كتير من المثيرات دي ينفع إنك تتخلص منها. أصحاب السوء لازم تتخلص منهم. التليفون، يا تتخلص من التليفون مثلا السمارت فون، تمشي بتليفون عادي، أو تنزل برامج تقفل لك المواقع اللي مش كويسة، تمسح كل أرقام الناس اللي كنت بتتواصل معاهم، ممكن تغير رقمك. أي شيء ممكن يبقى فيه ثغرة بتدخل لك منها التجربة لازم تقفل الثغرة دي. في مثيرات تانية لا يمكن التخلص منها زي المشاعر مثلا، هروح منها فين؟ هي موجودة. في حالة المثيرات اللي لا يمكن التخلص منها، خليك جاهز بخطة بديلة عشان تتعامل مع هذه المثيرات. زي ايه مثلا؟ يعني لما احس بالوحدة، زمان كنت بروح اكلم حد او ادخل في علاقة. دلوقتي اول ما احس بالوحدة هكلم حد تاني، حد كويس، هنزل من بيتنا واتمشى،
هعمل نشاط مختلف. فإنك أنت تغير المكان أو تغير النشاط أو تكلم شخص، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تشتت انتباهك عن المثير ده اللي بيدفعك للفعل الغلط. أنت محتاج أن تتجنب وتتخلص من أكبر قدر من المثيرات، وتكون جاهز أنك تتعامل بخطة بديلة مع المثيرات اللي ما تقدرش تتخلص منها. بس على الجانب الآخر مش بس بتمتنع عن المثيرات، لكن بتروح تعمل حاجات إيجابية. اقرأ، صلي، اخدم، اعمل رياضة، اقعد مع ناس كويسة، املأ وقتك بكل ما هو مفيد وصحي عشان يحصل نوع من الإحلال والإبدال. غالبا في المشاكل أو في السلوكيات ذات الطابع الإدماني يفضل جدا أن يكون ليك مرشد أو قائد في سكة التعافي. مرشد أو القائد ده ممكن يبقى سبقك هو في هذا الطريق، ممكن يبقى عنده نفس المشكلة والنهاردة هو عامل فترة كويسة من التبطيل. الشخص ده بيبقى أكتر حد ممكن يفهم إيه الصراعات اللي أنت بتعدي فيها ويقدر يساعدك بشكل كويس. في برامج للتعافي ممكن تساعدك، زي مثلا البرنامج بتاع ال 12 خطوة، أو في إدمان الجنس هو 14 خطوة، اسمه كده مدمنو الجنس مجهول الاسم، أو بالإنجليزي سكسهوليك أنونيموس الSA. ده برنامج عبارة عن خطوات روحية أنت بتمشي فيها بمساعدة مشرف أو مدمن متعافي، وبالتواصل مع مجموعة عندها نفس المشكلة بتاعتك، بتساعدوا بعض في أنكم تتقدموا وتطلعوا لقدام. آخر حاجة، لو حصلت انتكاسة، بقول إن الانتكاسة مكلفة والانتكاسة موجعة وبتخليك فعلا تحبط وممكن تصاب باليأس. بس عايز أقول لك، إن حصلت الانتكاسة قوم بسرعة، قوم بسرعة، لأنه مرة غير مرتين غير 3 غير 10. كل ما قمت بسرعة كل ما كان التأثير بتاع الانتكاسة أقل. الأمر الثاني، راجع أسباب الانتكاسة. ليه أنت انتكست؟ إيه المثيرات اللي بسببها وقعت؟ اعرف نقطة الضعف كانت فين، اعرف الثغرة كانت فين، وتعامل معاها عشان تقوي من التعافي بتاعك في المرات اللي جاية. ده الهدف الأول من العلاج النفسي، إن الممارسات والسلوكيات اللي ليها طابع إدماني تكون بتقف. الأمر الثاني، إن احنا بنعالج الآثار السلبية اللي نتجت عن العلاقات المثلية السابقة. العلاقات دي بتبقى مليانة بجروح وصدمات، وفيها خيانة، وفيها عنف في أوقات، وده بيدخل صاحب المشكلة دي في اكتئاب وقلق وأزمة ثقة وشعور بالنقص، وممكن يبقى في مشاكل في التركيز وفي الذاكرة، في فراغ عاطفي. كل ده محتاج علاج. أوقات بنعالجه بالأدوية، أوقات بنستعمل الأسلوب بتاع العلاج المعرفي السلوكي، أوقات بنعمل علاج جماعي. كل دي أساليب علاجية بنعملها علشان نساعد الشخص إنه يطلع من الصدمات أو تأثير الصدمات السابقة عليه. آخر حاجة بنعملها إن احنا بنحاول ندخل الشخص اللي عنده هذه المشكلة في مجتمعات غيرية تساعده إن هو يغير الميل المثلي إلى ميل غيري. المجتمعات الغيرية دي لازم يكون فيها قدر من الصراحة، ودي صعبة قوي، إن المثلي يروح بنفسه ويصارح شخص غيري، واحد عنده ميول عادية غيرية، يروح ويصارحه ويقول له أنا عندي ميول مثلية وأنا محتاج أنك تساعدني في أني أندمج معاك ومع المجموعة بتاعتك، وأكون بتعلم منكو أو باخد منكو الدور الذكوري اللي انتوا عايشينه. يبتدي يتحمل مسؤولية، يبتدي يتطبع بيهم وبصفاتهم، فشوية بشوية بيبتدي ياخد الدور الذكوري أو الهوية الذكورية منهم. صعوبة الأمر ده في أنه المصارحة أوقات كتير بتبقى صعبة. لو عملنا المصارحة مع شخص غلط ممكن النتائج تكون مش كويسة، فلازم تختار الشخص اللي انت هتصارحه في الأول وتبتدي تتكلم معاه، وشوية بشوية هيساعدك في انك تكون بتاخد الهوية الذكورية. في ناس الميل بتاعهم بيتغير شوية، في ناس الميل بتاعهم مش بيتغير، لكن في جميع الأحوال انت تقدر انك تحفظ نفسك طاهرا، تقدر أن تمتنع تماما عن كل الممارسات اللي ليها علاقة بهذا الميل. التعافي رحلة، هو مش حدث بيحصل مرة وخلاص، لكن هو مشوار انت بتمشيه وبتجرب فيه تغيير بيحصل فيك، مش بس تغيير
في الأفعال والتصرفات، لكن تغيير في التوجهات، تغيير في طريقة التفكير، تغيير في الميول. أشجعك أنك تمشي الرحلة دي. الحلقة دي كانت مخصصة ليك، لكن لو في ناس بتتعامل معاك ومش عارفة تتعامل معاك بشكل صحيح، أشجعك أنك تسمع الحلقة اللي جاية وتسمعهم الحلقة دي، لأنها بتتكلم عن إزاي الشخص الغيري يقدر يتعامل مع الشخص المثلي.